ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. وتأمل الحكمة أنه في الركوع تقول سبحان ربي العظيم لأن الهيئة هيئة تعظيم، في السجود تقول سبحان ربي الأعلى لأن الهيئة هيئة نزول. فالإنسان نزل أعلى ما في جسده وهو الوجه إلى أسفل ما في جسده وهو القدمين، فترى في السجود أن الجبهة والقدمين في مكان واحد، وهذا غاية ما يكون من التنزيل. ولهذا تقول سبحان ربي الأعلى، أي أنزه ربي الأعلى الذي هو فوق كل شيء عن كل سفل ونزول. أما أنا فأنا منزل رأسي وأشرف أعضائي إلى محل القدمين، مداس القدمين. فتقول سبحان ربي الأعلى من العلو. وعلو الله عز وجل نوعان: علو صفة وعلو ذات. أما علو الصفة فإن أكمل الصفات لله عز وجل، قال تعالى ولله المثل الأعلى. وأما علو الذات فهو أن الله تعالى فوق عباده مستوٍ على عرشه. والإنسان إذا قال يا الله أين يتجه؟ إلى السماء، إلى فوق. فالله جل وعلا فوق كل شيء مستوٍ على عرشه. إذن الأعلى إذا قرأتها فاستشعر بنفسك أن الله عالم بصفاته وعالم بذاته. وتسبيح الله يعني تنزيهه عن كل نقص وعيب. هذا التسبيح، سبحت الله يعني نزهته وبرأته من كل نقص وعيب، لأنه جل وعلا كامل الصفات منتف عنه جميع النقائص. العظيم يعني ذو العظمة التي لا أعظم منها، فهو لا أعظم منه في سلطانه وملكه وقهره وغير ذلك.